هلا حبيبتي، طليت عليكم اليوم بوصفة ولا أروع. بسبوسة بنتها ما تتنساش. ما تقولي كي تاكلي في شامية ما يعرفوش واش ياكلوا. هذه واحدة من أنجح الوصفات اللي كنت دايرتها في المحل تاعي، واحدة من أنجح تاني وصفات البسبوسة والأكثر طلبا من كنت نخدم في الحانوت. تابعوا معايا الوصفة تاعنا. الوصفة تاعنا عندي هنا الزيت تاع الليم مع عصير نصف حبة ليمون، عندي 3 بيض، عندي شوفوا السكر راح نخدم غير بكاس تاع لاتاي صغير، باسكو مين راح ندير الشيكولا وراح نسقوها بالسيرو ما نبغيش نكتر بزاف. ضفت هنايا كاس تاع زيت، كاس تاع قازوز، سمحوا لي ما صورتش، وضفت له ثاني نفس الكاس اللي عبرت به القازوز، اللي عبرت به الزيت عبرت به الحليب، كاس تاع قازوز عادي. ودرت لافاني هذا مكان، وراح نخلط مليح. الاخرى تاعي تبغي تخدمي بالباتير تبغي بالفوي نورمال ما يهمكش، غادي تخرج لك بنفس الطريقه شابه بالبزاف. هنايا دربت هذوك المكونات السائله، نفوت المكونات الجافه. عندي كاس كبير تاع سميد مع كاس كبير تاع كاوكاو وباكي ونص تاع خميره كيميائيه. هنايا ضفت حوالي ملعقتين تاع سميد، نتوما دائما ديروا كاس وبعد شوفوا اذا ما جاتكمش مليح زيدوا ملعقتين. اوكي حتى يكون القوام تاعها كيما هكا يجي يتقطع ما يجيش سائل. وديروها في المول تاعكم بعد ما تكوني طليتيه بشويه زبده ورشيتي عليه شويه سميد. السميد حقا ما قلت لكمش استعملت السميد المتوسط، هو الوحيد اللي تخرج به. جربتها بالهذاك الرطب وما خرجت ليش، ما تخرجش بداك القوام شباب. المهم عندك ديريها في المول تاعك وديريها طيب على 180 درجه. هنا بعد ما خرجتها وهي حاميه تسقوها السير، ودرت فيه 3 كيسان تاع ماء مع كاس ونص تاع سكر، تخليه يغلي ربع ساعه. بعد الغليان تضيفي له نص فنجان تاع ماء زهر، وهذا لو سكر اللي يخليه يجي شباب اكثر. صح بعد ما نشرب البسبوسه تاعي نخليها تبرد مليح مليح، ومن بعدها راح ندير عليها الشيكولا. وصدقوني هذه الوصفة اللي ياكلها راح دايما يدومونديها من عندكم. وقربت مراحل اكتمال القمر، والله صدقوني بنا ولا اروع ما تتنساش. هنايا نجيبي اي شيكولا عندك تبغيها وديري لها فنجان تاع حليب، ولا تبغي بو تاع ياغورت ناتوريل، وهذا مكان. وهنايا حبيباتي شوفوا البسبوسه تاعي كيفاش خارجه، شوفوا اللون تاعها، شوفوا القوام. صدقوني اللي ياكلها مش راح ينساها. باش نقول لكم مع فنجان قهوه ولا اروع. راح نقسم قدامكم هنايا الحبه وشوفوها، تشوفوا كيفاش اللون يجي تحت دوغي وهكا. روعه روعه روعه. والبنه ما نحكي لكمش، والشيكولا من الاحسن تستعملوا شيكولا ذوقها شباب باش يكتمل اللذه والروعه. نتمنى الوصفه تاع اليوم عجبتكم مليح. انا راح نجرب معاكم وراح نشارك معاكم جميع وصفاتي الناجحه اللي كانت في المحل. بعد ذلك راح نخلي لكم وصفه صفحه المحل في اسفل الفيديو باذن الله. اراكم في وصفات اخرى، وفي امان الله حبيباتي.